بما انك بقالك 5 سنين هنا، نصيحة تقدر تقولها لأي حد جاي جديد؟ النصيحة ابعد عن الناس اللي هترجعك ورا دايما. خليك مرتبط بالناس الناجحة. الناس الناجحة هتديك طاقة إيجابية، هتخليك تنجح. وجودك مع ناس سلبيين وناس فشلة هيرجعوك 5 سنين ورا. دايما شوف الناس الناجحة فين واقعد معاها، شوف هي بتقعد فين وروح اقعد معاها. هتحس نفسك انت لوحدك بتنجح. النجاح بقى من أي اتجاه؟ نجاح يعني من ناحية بيزنس، لو حد فتح حاجة من الناس دي بتلاقيك ان انت غيران ليه ما فتحش انا. فالناس دي بتاخدك تخليك احسن. فوجودك مع الناس الناجحة دايما بتخليك تاخد تبس ان انت تبقى ناجح، تبقى زيهم. انما وجودك مع الناس الفاشلة قاعدين في القهوة على طول هيخليك زي ما انت محلك سر. بقالك كتير هنا في لندن؟ يعني حوالي 10 سنين. بما انك بقالك 10 سنين هنا، ايه النصيحة اللي تقدر تقدمها لأي حد جاي جديد؟ اتعلم لغة كويس. مش عيب ان انت ما تتكلمش انجليزي، بالعكس. مفيش حد هنا عربي او غير عربي، يعني اجنبي مش انجليزي، الا وبيتكلم شوية انجليزي. فانت تعتبر يعني احسن من ناس كتير عايشة هنا او مولودة هنا. ليه؟ لان انت بتتكلم لغتك وشوية من لغة تانية. حاجة انت عملتها غلط ومش عايز اي حد جاي جديد يكررها؟ مش عارف، هو ما حدش بيشوف نفسه غلط طول الوقت، ولكن اللي انا اقدر انصح بيه ان انت امشي عدل، حتى لو شايف الناس ما بيمشوش عدل. لان اولا ربنا هو اللي مطلع عليك وعلى نياتك.